السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاحي التحفة الجميلة اللي تجنن دي بجد، مهما اتكلم فيها واقول يعني دي كتب عنها قصايد. دي قرص، ويعني ما يتقالش عنها قرص، يتقال عنها فطير مشلتت من جمالها، وبجد ريحتها جميلة، ملت المكان دفء وحاجة كده في منتهى الروعة والجمال. ندمت ان انا عملت كيلو واحد بس. بجد هتجربوها وهتعملوا هتعتمدوا القرص دي، هتملى البيت خير ريحتها وطعمها. يعني بجد ذكريات ذكريات، مهما تقولوا انتوا تاكلوا منها هتحسوا ان انتوا يعني ما شبعتوش من جمالها. مكونات ما فيش اسهل من كده، حاجة في منتهى البساطة. ده كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، استخراج 72. انا نخلاه مرتين، ومعايا معلقة صغيرة من الملح، ومعايا 4 معالق كبيرة من السكر، وكيس خميرة. وده كوباية لبن رايب. هقول لكم انا عملت ايه وايه البديل بتاعه. ومعايا كوباية سمنة بلدي، وتلات ارباع كوباية من القشطة، ممكن تكون كوباية عادي مفيش مشكلة. هي بتدي اضافة جامدة طبعا، وبقول لكم الريحة والطعم يا جماعة ملوش وصف والله بجد. هنحط بقى السكر والخميرة والملح كله مع بعضه، اديله تقليبة كده بصوابع ايديا كده، وانزل بالسمنة. هي السمنة أنا كنت مسيحاها بس معرفش ليه مسكت، مع ان احنا الجو حر قوي. المهم دي بقى مرحلة البس، وهنفضل بقى نخلط السمنة بالدقيق بقى كده ونشربه. وطبعا انا بالراحه كده يعني لازم مرحله البس دي يا جماعه لازم نديها حقها. كل ما ندي بقى العجين، زي ما قلت لكم كتير قوي الفيديوهات اللي فيها العجن والمعجنات دي، كل ما ندي كل حاجه حقها بيطلع لنا يعني طعم ملوش وصف بجد، حاجه في منتهى الطعامه واللذاذه. كل كمية الدقيق بقى هتتشرب السمنة أو سمنة بلدي، أي نوع سمنة عندكم حطوا عادي مفيش مشكلة. دي بقى القشطة بتاعت وش اللبن. أنا بجمعها، بجيب 2 كيلو ب2 كيلو كده وأغليهم وأسيبهم في التلاجة يبردوا، بشيل الوش بتاعها يعني أحطها لحاجة زي كده. أو بستخدمها مثلا إن أنا بجمعها وأحطها إيه، أسيحها على النار، على نار هادية، تبقى سمنة بلدي، بتبقى طعمها خطير بجد. وطبعا عندنا في الفلاحين بقى، يا سلام على اللبن بتاعنا ملوش زي بجد، حاجة في منتهى العظمة. زي ما انتم شايفين كده بفضل ابس في العجين لغايه ما يعمل معايا كده كتل زي الرمل المندي كده. وبنزل بقى بكوبايه اللبن الرايب دي. يا جماعه لو مش موجود عندكم لبن رايب، طبعا سهل جدا تجيبوا كوبايتين من اللبن. طبعا انا حاطه هنا كوبايتين يعني كوبايه اضافيه لو احتجت، كوبايه اضافيه من اللبن الرايب ده لو احتجت. انا حطيت قدامكم دلوقتي كوبايه، وهحتاج كمان كوبايه للعجن. زي ما انتم شايفين كل ما تحتاج اعجنه باللبن الرايب. يعني هي بالظبط كده اخدت معايا، انا حطيت طبعا كده نص كوبايه كمان، وهحتاج كمان وانا بعجن النص كوبايه تاني. نرجع بقى لموضوع اللبن الرايب. احنا لو مش عندنا نجيب كوبايتين من اللبن العادي خالص، ونحط عليهم معلقه كبيره من الخل، ونسيبها 10 دقايق على جنب كده. يبقى ده البتر ميلك اللي بيقولوا عليه، اسمه البتر ميلك. احنا بنتكلم بكل اللغات. بصوا يا جماعه هنفضل نعجن فيها. وهقول لكم برضو على تركيه كده، انا زهقت بقى من الطبق اللي عمال يمشي ده، انا بقى هشمر كده، يعني مش هشمر قوي يعني. هروح جايه بقى على الترابيزه كده، واعجن الم العجينه بتاعتي، وافضل يعني اخد ودي في العجين كده وافرد فيها. هي كانت سلسه على فكره، مش متعبه خالص، هي لذيذه. بس طبعا يعني احنا بقى ايه، هناخد وندي فيها كده ونطلع كل الطاقه اللي عندنا فيها، ونفضل بقى ناخد وندي ونعجن. وهقول لكم برضو على تريكات تعملوها، ان انتوا تمسكوا العجينه كده وبطرف ايديكم تهبدوها في الترابيزه كده، تفضل معاكم عجينه طريه وسهله ولينه. لو احتاجت حاجه ولسه حاسين ان هي لسه يعني ناشفه شويه، ممكن تاخدوا معلقه سمنه كبيره قد معلقه الاكل كده، وتكملوا عجن بيها مده ما تقلش عن 10 دقايق. زي ما انتوا شفتوا كده عجنتها 10 دقايق، وحطيتها في البوله او اي طبق عندي، وبغطيها بالكيس باي كيس، كيس عادي، كيس يعني ستريتش زي ما انا بعمل كده، وطبعا بفوطه تقيله. وهتفضل تخمر ساعه بالظبط. احنا الجو حر جدا، احنا في الصيف يا جماعه، الصيف صيف يعني مش اي كلام. واخدت مني بالظبط ساعه في التخمير. طبعا في الشتاء هتاخد اكتر من كده يعني، شايفين ضعف حجمها، بقت ما شاء الله عليها. طبعا بفضيها من الهواء اللي فيها. يا جماعة القرص دي بجد هتندموا ان انتوا عملتوا كيلو واحد بس، اعملوا حسابكم انتوا تزودوا الكمية. بجد خطيرة يعني. في صاج عادي يعني مش مدهون اي حاجة خالص، هنحط بقى القرص بتاعتنا. احنا بقى نعمل يعني بالويم كده، يعني بالنظر، يعني عينك ميزانك كده. تحطي الكرة بتاعتك زي ما انت حابة، صغيرة تحطيها، كبيرة تحطيها وسط، الحاجة دي ترجع لك انتي تعملي بقى الحجم اللي انتي حباه وشايفاه مناسب. تعمليها، بتضمي العجينة زي البقجة كده، وتلميها بصوابعك كده وتبططيها. شايفين عاملة ازاي؟ بجد مفيش اسهل من كده. في الوقت ده نكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، يعني قبل بوقت
خلاص يعني ما فيش هندخّلها الفرن مثلًا. طبعًا إحنا بنشتغل ونقطّع ونعمل الحاجات دي كلّها بتاخد حوالي ربع ساعة، فنشغّل الفرن قبل ما نبدأ في الشغل، ونفضل بقى نعمل القُرَص دي. بصراحة هي الكيلو جميل ما شاء الله، عمل لي كمية حلوة جدًا، بس طبعًا زي ما قُلت لكم دي قُرَص فلاحي يا جماعة بتاعة زمان كده، بتاعة ريحة وطعم زمان، فهتحتاجوا إن أنتم تاكلوا منها كتير، فطار بقى تنفع لعشا. يعني بجد يعني أنا باقول لكم نصيحة من دلوقتي اعملوا الدُبل يعني بجد خطيرة. هافضل أقرّص فيها كده وأعملها، ممكن نكوّر، 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 في الآخر نبطّطهم ما فيش مشكلة، بس ده يعني إيه اللي أنا عملته وقتها، إن أنا عملتها زي البُقّة كده وبطّطتها في نفس الوقت. الأحجام بقى اللي أنتم حابينها زي ما قُلت لكم، ودي بنسيبها تخمر ربع ساعة بس، يعني بعد ما نخلّص كل التشكيل وكل الكمية بنسيبها تخمر ربع ساعة بس، وقُلنا على الفرن على درجة حرارة وسط. ما بياخدش وقت برضه، ومش بنشغّل لها الشواية، لو يعني احتاج الفرن بتاعكم يحتاج يعني دقيقتين من فوق، بس أنا صراحة فرني ما احتاجش، أنا فرني يعني من أيام من زمن، بس الحمد لله يعني محافظة عليه وما احتاجش. بجد خطيرة يعني ما خدتش وقت الفرن، شايفين الجمال والطعامة بجد يا جماعة، ولا أطعم ولا ألذ من كده بجد. كل ما باشوف الصورة دي يعني قلبي بيرفرف كده من السعادة، بجد جميلة، خير وطعم زمان بجد. ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم، وانا متاكده ان هي تعجبكم. شايفين بفتح لكم واحده من النص هشه واسفنجيه وطعمها ولا اجمل من كده. هتجربوها وتدعوا لي وهتعملوها، وهستنى طبعا تطبقوها وتبعتوا لي التطبيقات بتاعتكم، عشان التطبيقات دي وتعليقاتكم الجميله بتسعدني جدا جدا جدا، مش قادره لكم جدا قد ايه. ملحوظة مهمة جدا يا جماعة، أول ما نطلعها من الفرن كده نغطيها، نحطها في فوطة يعني تكون تقيلة كده، ونبخبخها بخاخة كده، نرش عليها مية تكون عادية طبعا من الحنفية، بس تكون في بخاخ كده عشان تبقى توصل كل التوزيع بتاعها للقرصة. دي الكمية التانية اللي طلعتها طبعا بخيتها بمية بالبخاخة زي ما قلت لكم، وغطيتها على طول. وطبعا عايزين نحفظها نحطها في الفريزر، نطلع وقت لو اتبقى منها يعني نحطها الباقي الكمية الباقية في كيس في الفريزر، وقت ما نعوز منها نطلع على قد الايه اللي احنا محتاجينه. وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله في وقته، واعملوا لي متابعة على صفحتي على الفيسبوك.